طب وبعدين يا جدعان؟ كل شويه نبهر بانبهار ابهر من اللي قبله بعد قرون من البحث والاستكشاف المكشف. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخه في الكلام. الاستكشاف المكثف، اكتشف العلماء ان المحيط مكان غريب جدا، مخلوقات ما بتتنافسش، قنديل البحر اللي ملوش دماغ، ومنه نوع شبيه خالد، سرطان البحر اللي بيبلغ طوله 12 قدم، والسمك المنتفخ، وسمك شبه الضفدعه، وسمك ما بيعومش بس بيمشي على زعانفه. ولكن كل دول دورات حياتهم عاديه. ولكن في نوع من الكائنات هو الاغرب او من الاغرب على الكوكب ده في الدوره الحياتيه بتاعته، فرس البحر. فرس البحر كائن بحري قرر ان هو يمشي عكس باقي مخلوقات ربنا، هو دماغه مش راكبه زي بقيه البني ادمين زي الفيمينيست، يقوم يعمل حاجه لو الفيمينيست عرفوه هيزغرطوا ويقلبوا انثى فرس البحر فورا. فرس البحر غير الدور التقليدي للجنس واصبح الذكر هو اللي بيولد. لا طبلت ودنك سليمه، هو اللي فالح فيه يقعد يغازل ويغير لونه ويعمل عرض للقوه. وبعد ما بتخلص ليله الدخله الانثى بتقوم بوضع بيضها في كيس الذكر. الذكر بيتنفخ بشكل ملحوظ جدا لانه ببساطه بينمو جواه حوالي 2500 بيضه. والله الرجاله دول غلابه شايلين في كل حته.